السؤال المهم اللي كل الناس بتسأله: دكتور، هو في إبر بتزود أماكن الأنوثة؟ الإجابة بس هي وسيلة مساعدة أثناء الزيادة لتوجيه الزيادة لأماكن الأنوثة، وليست مسؤولة عن زيادة حجم أماكن الأنوثة لوحدها. يعني لو وزنك 50 ومحتاجة تزيدي 10 كيلو، أثناء الزيادة ل 10 كيلو بناخد الإبر العضل أو الإبر الشرب، هتساعدنا في زيادة الجزء اللي احنا محتاجين نزوده. الإبر العضل بتزود الكتلة العضلية وبتحسن امتصاص الفيتامينات والأملاح والمعادن، وهتساعدنا كمان في تكاثر الخلايا الدهنيه الصحيه، وان الجسم يحتفظ اكبر قدر من الميه في المكان ده. بحكم ان احنا هناخدها عضل، فتاخد في العضله اللي اسمها الجلوتيوس ماكسيمس، اللي هي العضله الاكبر اللي في الجزء اللي تحت من الجسم. مجرد ما احنا ناخدها وبنزيد وزن، حجم المكان ده بيزيد، شكل المكان ده بيتحسن، الكتله العضليه في المكان ده بتزيد، فبنوصل لفورمه 100%. عشان كده هي اسمها الابر اللي بتزود الجزء اللي تحت من الجسم، اللي الناس كلها بتطلبها، نتائجها مرضيه 100%. كمان عندنا الابر الشرب اللي بتساعدنا في زياده التلت اللي فوق من الجسم، منطقه الدراعات والكتاف والصدر، وكمان منطقه الوش. وده بيحصل عن طريق ابره بتتاخد على كوبايه عصير مرتين في الاسبوع، 8 ابر في الشهر، هيوصلونا لشكل مرضي. وده بيرضي الناس كلها عشان النتيجه بتبان بسرعه جدا جنب الالتزام بباقي العلاج فاتح الشهيه والمهضم والفيتامينات اللي الجسم بيحتاجها. اثناء كمان واحنا بنكون بناخد الادويه وبناكل كميات كويسه من الاكل، هنعمل تمارين من على اليوتيوب اسمها تمارين تكبير اماكن الانوثه، سواء كانت للتلت اللي تحت او التلت اللي فوق. السؤال المهم: ازاي الابر الشرب بتوجه الزياده للتلت اللي فوق؟ عشان الامتصاص للتلت اللي فوق من الجسم بيكون احسن واسرع الاول، وبعد كده هتبدا تساعدنا في زياده الجزء اللي تحت كمان. مجرد الانتظام على العلاج بتاعنا، مجرد الانتظام على التغيير ونعد اللايف ستايل، مجرد الانتظام على شرب ميه كتير، مجرد الانتظام على تمرين بانتظام، هنوصل لفورمه مرضيه 100%. الابر موجوده وعليها خصم 25% بمناسبه البلاك فرايداي والوايت فرايداي والمكان الجميل اللي ورانا ده. واشوفكم في فيديو جديد.